عارف ايه اكتر حاجة بتضيع شباب جيلي؟ اننا بنبدأ ومش عارفين احنا رايحين فين. نصحى نقرر نذاكر، نبدأ نطور نفسنا ونشتغل على نفسنا، ولكن بعد يومين للأسف بنقع. وانا اقول لك الحل هنا. هو كل الموضوع مش لاننا ضعاف، لا، لكن لاننا ما عندناش خطة. ودي الجملة اللي ممكن تغير حياتك. اللي ما بيخططش بيتخطط له. مش هتفهمها. خلي بالك ان الحياة مش هتستناك. الفيديو ده هقسمهولك على مراحل، مش على كذا جزء في نفس الفيديو، ولكن انصحك انك تكمل الفيديو للاخر عشان تحصل اكبر كمية من الوعي. اول حاجة، المعنى الحقيقي للخطة. في عادة اسمها ابدأ والنهاية في ذهنك، ودي ببساطة معناها انك ما تتحركش غير لما تشوف الصورة كاملة. يعني قبل ما تبدأ مذاكرتك شوف نفسك اخر يوم في النتيجة، وقبل ما تبدأ مشروعك شوف نفسك وانت ناجح فيه. الصورة دي هي البوصلة اللي بتخليك تشوف الطريق حتى لو هيتعبك. الناس بتفتكر ان الخطة دي ورقة مكتوب فيها جدول واي كلام. لا والله مش كده خالص. لكن بقى الخطة الحقيقية مش ورق والكلام ده زي ما قلت لك. عايز تعرف؟ هقول لك يا عم اصبر. لما تبدأ وتجاوب على سؤال بسيط، بص انا عايزك ترمي نفسك، ارمي نفسك. وعلى فكرة الحاجات اللي انا بقولها لك دي انا بتعلمها معاك، وده بينقلنا على المرحلة اللي بعد كده، النفس البشرية. في كتاب اسمه اتوميك هابس بيقولك ان التغيير الحقيقي مش بيبدأ بالنتيجة، لكن بيبدأ بالهوية. يعني مثلا لما تيجي عايز تذاكر ما تقولش انا عايز اذاكر، قول انا شخص منضبط بذاكر كل يوم. وحقيقي الكلام له تأثير علينا، مش عايز اقول لكم لدرجة ايه، بس يعني هعمل عليه حلقات. لو اتكلمت عايز له فيديو لوحده، ولكن هعمل عليه حلقات. انصحك انصحك تتابعها. والله بص، مش عشان نرجسية وكده وعشاني انا، ولكن انا بقول لك هتستفاد كتير والله. والله العظيم وانا بقولها اهو. انا لو شخص حد تاني غريب بيقدم المحتوى ده بدالي انا هتابعه. اه والله. المهم لما تقتنع ان الخطة دي جزء منك مش عبء عليك، ودي الفكرة اللي خلت العلماء يسموها النية الواعية. انك تختار الطريق قبل ما تمشيه، لانك لما تمشي من غير نية اي حاجة هتكسرك. ولكن لما تكون عارف انت ماشي ليه في طريقك ده، انت ماشي ليه، هتزودك قوة. شوف اي شخص ناجح في حياتك مش هتلاقيه ماشي بعشوائية. حتى لما الدنيا وقعت دي، يعني جه فترة وقع، هتلاقي الخطة بتاعته جواه، فهو ده اللي هتخليه يقوم بعد ربنا طبعا. مقدرش نتكلم. ستيف جوبز قبل ما يبني ابل كتب هدف واحد، اغير طريقة الناس بيتعاملوا بيها مع التكنولوجيا. ومحمد صلاح قبل ما يبقى نجم كان بيرسم طريقه بخطوات. نادي، تمرين، احتراف. الخطة مش رفاهية، الخطة هي السلاح اللي بتخليك تكمل لما الكل ينخ يقف يعني. طيب انا بقول لك كل ده